الخطا الثاني هو التاجيل والتسويف. خليك معايا، شحال من مره قلتي غدا غادي نبدا، من غادي نكون مرتاح غادي نبدا، من غادي نكون بخير شوف غادي نبدا. شحال من مره قلتي غدا غادي نبدا وداز السنين وانت باقي ما بديتيهاش؟ كون صريح معايا، قولها لي في الكومونتير شحال من مره. ولكن التاجيل هو اخطر مما كيبان، لانه علاش ما تبداش بشي قرار كبير التاجيل، تيبدا ديما بجمله بسيطه. الجمله هي ماشي اليوم، ماشي اليوم غادي ندير هادشي، ماشي اليوم غادي ندير هاد القضيه. علاش؟ بوركوا؟ علاش هاد الجمله الصغيره تتولي عاده، تتولي عاده ذهنيه في حقيقه الامر؟ العقل ديالنا احبابي خصكم تعرفوا هاد الحاجه، العقل ديالنا مبرمج على جوج ديال الاشياء. مبرمج اول حاجه يهرب من الالم، ومبرمج ثاني حاجه يتجه نحو الراحه. دائما تيهرب من الالم وتتجه نحو الراحه. يعني منين كتشوف هدف فيه مجهود، فيه شويه تعب، فيه شويه الخوف من الفشل، العقل تيربطو مباشره بالالم، كيقول لك خليه حتى لغدا. ولكن ملي تتاجل العقل شنو تيعطيك؟ تيعطيك احساس مؤقت بالراحه. هذا هو الفخ، هذه هي الخدعه. حيت مع الوقت تتبرمج بان التاجيل تساوي الراحه، وفي المقابل تتبرمج بان الانجاز تساوي التعب. خدعه كنا طحنا فيها باش نكون واضحين، كنا طايحين فيها. ومن تما تيولي الواحد تعيش بواحد الحلقه مفرغه، تيبقى يفكر، تيحلم، تيدير دي بلان، تيدير بزاف د الحوايج، ولكن ما تيتحركش. وفي البرمجه اللغويه العصبيه تنقولوا بان العقل تتبرمج على حساب الارتباطات. اي حاجه تترتبط في دماغك باحساس مريح غادي يولي يبغيها اكثر، واي حاجه تترتبط بالالم غادي يهرب منها. دونك اي حاجه تتربطها بالراحه دماغك كيبغيها، واي حاجه تتربطها بالالم دماغك غادي يهرب منها. هذا السر ماشي هو تزير راسك، حقيقه السر هو تعيش برمجه العلاقه بين الفعل والاحساس ديالك اللي تيكون في العقل ديالك. مثلا واحد ملي تيبغي يمشي يدير الرياضه، كي تيشوفها واش تشوفها بليزير ولا تشوفها تعب ومجهود؟ الا كنتي تشوفها تعب ومجهود راه العقل غادي يهرب، وطبيعي بانك تقول صافي خليها حتى لغدا، انا نضرب هذيك الجريه مالي على حالتي خليها حتى لغدا. ولكن الا ملي تكون ملي تولي تربطها باحساس ديال النشاط، ديال الفخر، ديال الراحه النفسيه، العقل تبدا يبدل البرمجه ديالو تدريجيا. هذا هي الحقيقه، توعى بها. بيان سور كاينين دوطخ اكسيون خصك ديرهم. في القرايه نفس الشيء، عاود تقول خاصنا نراجع الدروس كامله، خصني نسالي هذا الكتاب كامل، خصني ندير هذا، خصني نبقى غتقول شوف غادي نقرا صفحه واحده. الا كنتي غادي تراجع شي حاجه نراجع الصفحه الاولى اليوم. فكره بسيطه، بدا دائما صغير ولكن بدا دابا. راه العقل ما كيعرفش الفرق ما بين الخطوه الصغيره والخطوه الكبيره، ما تيعرفش، كيعرف حاجه واحده وهي انك تتحرك. سبحان الله. وهذه الحركه الصغيره تتولد طاقه كبيره جدا، وهذه الطاقه هذه هي تجيب لك الانجاز، وهذا الانجاز هو اللي تعطيك الثقه في النفس. فهمتوني يا احبابي؟